أمام حكومة صاحب الجلالة الملك خالد بن عبد العزيز وهي تواجه هذا الحدث الجلل إلا أن توجه نداءات متوالية إلى هؤلاء الخارجين على الدين الإسلامي. The government of the Kingdom of Saudi Arabia continuously asked the renegades to lay down their arms. لكن الطغاة أخذوا يصبون نيرانهم وحقدهم على المسلمين خارج بيت الله الحرام برصاصهم. This call was answered with fire and murderous acts on the Muslims by these renegades. وكان السؤال الهام هو كيف يمكن لهذا البلد أن يواجه هذا الضلال؟ لقد جمع جلالة الملك خالد أصحاب الفضيلة العلماء واستشارهم فيما حدث بالمسجد الحرام، فكانت الفتوى: لقد أجمع هؤلاء العلماء على اعتبار هؤلاء خارجين على الدين الإسلامي وأجازوا قتالهم وقتلهم تطبيقا لشريعة السماء واحتكاما إلى قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. The question asked was how could this heinous act be met? His Majesty the King met with all the learned men of the faith and apprised them of the situation in the Holy Mosque. The fatwa ruling of the ulama or learned men concerning these renegades asked for an offensive to be launched against them and to kill them in accordance with the teachings of the Holy Quran. وهكذا أصدر جلالة الملك خالد توجيهاته بأن تتم مواجهة الحدث وفق 4 مبادئ هي: أولا المحافظة على أرواح المسلمين الأبرياء الذين احتجزتهم الفئة الضالة داخل المسجد الحرام. ثانيا المحافظة على بيت الله سالما. ثالثا المحافظة على أرواح جنودنا البواسل. رابعا إلقاء القبض على المعتدين أحياء بقدر الإمكان. وبدأ جند الله يتحركون في كل اتجاه في ظل شريعة السماء للقضاء على الفتنة في غمرة الموت والتدمير اللذين كان يصبهما الخارجون على دين الله حمما من مختلف المآذن والشرفات المطلة على ساحات الحرم الخارجية. His Majesty the King asked that any action against the renegades should take into account the safety of the hostages held prisoners by the renegades, the safety of the house of God, the safety of the brave soldiers, the capturing of the infidels alive whenever possible. The soldiers of the faithful then began the task of attacking and capturing this band of infidels who cast destruction from the minarets and around the Holy Mosque. وبدأت عملية الاقتحام. تلك هي الشحنة الإيمانية العظيمة التي ملأت جوانح هؤلاء الأبطال وهم يتعقبون أعداء الله يتصيدونهم ويطاردون فلولهم بعد أن تمكن أبطالنا من فتح عدة ثغرات في تحصيلاتهم العديدة وأن ينطلقوا إلى داخل الحرم الشريف ويحاصروا الخارجين على الدين الإسلامي حتى تمكنوا منهم بفضل من الله. The attack began and victory followed, and each soldier strived to obtain martyrdom and for what a cause.